السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه رأيكم النهارده في الأكلة الحلوة ديت؟ فرخة وشوية رز وشوية خضار كده عشان تبقى أكلة مغذية كاملة متكاملة بإذن الله. ياكلوها ولادنا. انتوا عارفين الولاد دايما مش بيحبوا شوربة الخضار، بس احنا عاملينها بطريقة لذيذة كده، شوربة خضار عادية بس عليها شوية مايونيز مغيرين شكلها يخلوا الولاد يحبوها. نبدأ كده بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه. أكلة بسيطة ولذيذة. يلا. أول حاجة شوية مية مغلية نسقط فيها الفرخة عشان تتسلق. دي فرخة بتاخد سوا، فعشان كده أنا سلقتها ما حطيتهاش في الفرن على طول، إنها فرخة بلدي بتاخد سوا شوية. هديها كده غلوة عشان تطلع الريم بتاعها، وطبعا أنا شايلة من الريم كتير وأهو باقي من الريم يعني شلته. وبعدين بعد ما يخلص خالص الريم ما نلاقيش فيها اي ريم كده، نبدأ نحط البهارات. لسه البهارات معلقة معلقة بهارات فراخ، 5 فصوص حبهان، ورق لوري، معلقة جنزبيل على قرفة، معلقة فلفل اسود صغير، كل دي طبعا معالق صغيرة. وكمان كام واحدة من كنت ناسياها كده، حطيت كام واحدة من الكوبيبة الصيني، بتدي ريحة جميلة قوي قوي. وشوية سكر عشان يسرعوا لنا السوا. وكمان بقى بصلاية، جزراية، طماطمايه مقطعاهم كده عشان يدوا كده للشوربة طعم جميل كده، وكمان برضو بيدوا لها قيمة غذائية وبيدوا لها ريحة جميلة. سلق عادي كده بس جميلة جميلة بجد. اللهم صل على سيدنا محمد. شوربة الخضار بقى مية مغلية او شوربه، حسب انت عندك ايه. عندي بقى حاجات اغلبها كانت حاجات مفرزه، فاصوليا، بسله، كانت بسله فيها جزر بسيط، فيها زودت جزر برضو حاجات كلها مفرزه في التلاجة. هديهم غلوه مع نفسهم الاول، وبعدين احط الحاجات اللي هي الفريش بقى. دي برضو جنزبيل مفرز، لا مش جنزبيل، ما عملش قصدي كرفس، برضو كنت مفرزاه في التلاجة، ده بقى بيدي للشوربة ريحة جميلة وطعم جميل جدا. و2 من مرقة الدجاج، لو علشان كانت الفرخة يعني لسه ما اتسلقتش، فما كانش عندي شوربة فحطيت 1 من مرقة الدجاج. بس هديهم غلوة مع نفسهم كده، ياخدوا لهم غلوة كويسة كده. هما كده كده يعني يعتبروا برضو الفريزر بيخليهم يعني نقول ربع سوا. اللهم صل على سيدنا محمد، صلوا معانا على الرسول. ديت بقى بطاطس قطعتها، بطاطس فريش طبعا، وكوسة، بس كده. هنحط عليهم شوية التوابل بعد كده وخلاص على كده. دي بالنسبة لشوربة الخضار، سهلة وبسيطة مفيهاش أي حاجة. حطيت لها بقى شوية فلفل وشوية ملح، نغطيها بقى ونسيبها تستوي على راحتها. ونحضر بقى الصلصة اللي هنحطها على الفرخة، ندهن بيها الفرخة قبل ما ندخلها الفرن. دي قطاية مبشورة عليها شوية ملح، وعليها شوية فلفل صغيرين، شوية سكر، معلش أنا نسيت، وشوية كمون. هعصر بقى عليها ليمونة، طبعا أنا شايلة منها البذر، ليمونة كبيرة كده عشان تدي للفرخة طعم حلو. اهرسها بقى بالمعلقة ببعضيها كده علشان تندمج يعني كلها في قلب بعضيها. هنجيب الفرخة وندهنها بقى من كل حتة بالخلطة اللي احنا عملناها ديت، تخليها لذيذة جدا على فكرة. هندخلها بقى في الفرن وارجع لكم بعد. ايه يا حبايبي بقى شوربة الخضار، صفيتها من الشوربة اللي كانت فيها. حط لها بقى 2 من المايونيز، تديها طعم جميل وتخلي الأطفال يحبوها.
من غير ما يحسوا انك بتاكليهم شوربه خضار. طبعا انت عارفه يعني عارفه فايده الخضار بالنسبه للاطفال وبالنسبه للكبار، وبالذات الايام دي والجو كده فيه عيا والدنيا مش تمام. وادي الفرخه يا جماعه لما طلعت من الفرن، شايفين شكلها جميل ازاي. عملت معاها شويه رز بالكركم، انما تحفه تحفه، هيعجبكم قوي. اللهم صل على سيدنا محمد، شكلها جميل هتعجبكم جدا. اسمع بقى رأيكم ان شاء الله في التعليقات، وما تنسوش بقى اللايك، وتصبحوا على ألف خير. باي باي.